إذا حبينا نبعت رسالة لنجومنا في أبيجان هنقول لهم إيه؟ أكيد رسالتي هي رسالتكم، الكلام اللي هقوله لهم حضراتكم اللي هتقولوه. هنقول لهم إذا كنا عاتبناكم على مباراة موزمبيق، إذا كنا تعاملنا معاكم بشكل فيه بعض القسوة أو بعض العنف عند بعض الناس، حالة الغضب اللي اجتاحت الشارع كله ربما خوفتنا. هقول لهم كمان ان احنا اذا كنا هنلاعب غانا بعد ساعات فهذه هي بداية البطولة، نبدأ من اول وجديد، قدامنا ماتشين نكسبهم ان شاء الله نتصدر المجموعة. ليس هناك ما يمنع اطلاقا ان يحقق منتخب مصر الفوز على غانا. العزيمة والإصرار والرجولة وإثبات الذات والدفاع عن سمعة تيشيرت منتخب مصر، وتجنب السلبيات والتذكير دائما إنه 100 مليون بينتظروا من وراهم إنه يبقى فيه مكسب كبير يفرحهم. هقول لهم كمان زي ما حضراتكم هتقولوا إنه مفيش حاجة اسمها مستحيل، ومفيش حاجة اسمها ان انا يبقى عندي مبررات ان كل الفرق اللي لعبت الدور الاول تأثرت وما حققتش نتائج كتيرة، اذا كانت تونس، اذا كانت الجزائر، اذا حتى كانت المفاجأة الكبيرة بفوز مالي على المنافس الكبير جنوب افريقيا. انا بشوف انه احنا نظل في دعمنا على موقفنا، احنا وراكم، بندعمكم، بنساندكم، بنتطلع ان انتوا تحققوا احسن حاجه. انت كابن من ابناء مصر او كابن لاي اب موجود في مصر او اخ، بيبقى يهمه جدا جدا ان حضرتك تكون في احسن حال، ما تاثرش، اعمل اللي عليك. احنا هنقدر جدا جدا ان انت بذلت كل الجهد، مش هنبص للنتيجه. اذا اديت اللي عليك وحسينا ان انت عملت كل اللي عليك عمرنا ما هنسالك انت نتيجتك شكلها ايه، لكن ان تتغازل او تتهاون او تتراجع او تفكر في امور اخرى ما اعتقدش ان ده ممكن يتكرر تاني ورد الفعل هيكون سلبي. منتخب مصر بيمثل افضل النجوم اللي موجودين في المحروسه، وبالتالي كل من ارتدى هذا التيشيرت هو شرف كبير ان هو بيرتديه. ورسالتي الاخيره انا بقول لكم تذكروا دائما، مش هخش بقى في متاهات وقصص وشعارات بتطلق عند بعض الناس وبعض الانديه وبعض الهيئات والمؤسسات والكلام ده كله. يظل منتخب مصر وتظل مصر في هذه المناسبات وغير المناسبات وفي كل التحديات تظل مصر فوق الجميع. شكرا لحضراتكم.